التطبير شعيرة دينية عند الكثيرين من المسلمين الشيعة، يستخدمون في هذه الشعيرة سيوفا أو سكاكين حادة، فيضرب المطبرون رؤوسهم بهذه الأدوات لإحداث الجرح وإسالة الدماء، معبرين عن حزنهم لواقعة الطف. وتخرج مواكب التطبير في ليلة 10 من محرم وفي يوم 40. التطبير هي هاي من أول وجد احنا ماخذيها، والنجف هذا كله آلاف السنين ومنعونا وما فاد، وطبرنا بالقبور وطبرنا بالبيوت، وهذا النجف كله الحمد لله والشكر جاي يطبرون، وما حد لا واحد تأثر به ولا واحد ما شفنا بحياتنا هاي كلها. في هذا اليوم الإنسان يمتلك الشجاعة والمحبة لأهل البيت، وشوف الأطفال اللي الرضع والكبار والصغار والشياب كلهم يطبرون محبة لأهل البيت. تطبير فلكلور شعبي. القضية قضية تحريم التطبير أو تحليله هذه ما لها علاقة برجال الدين، لأنه رجل الدين شغلته الحلال والحرام اللي يتعلق بالأمور الفقهية. أما اللي يتعلق بالموروثات الشعبية فكل بلد عنده موروث شعبي، مثل اليابان والصين والهند وما شابه ذلك. احنا أيضا العراقيين أيضا عندنا موروث مثل التطبير. وهناك من الشيعة يرفض التطبير في شهر محرم، ويعتبرونه ظاهرة مستحدثة ودخيلة على الشعائر الحسينية، تسيء إلى القضية الأسمى وتنقل صورة غير ناصعة عن مبادئ الحسين. صراحة أنا ضد هذه الظاهرة قلبا وقالبا، لسبب بسيط جدا، أنه هاي الظاهرة تعكس فد منظر سيء للإسلام وللمسلمين في ظل الظرف اللي يعيشه العراق، إرهاب، داعش. هذه الظاهرة تمثل أو أنها تخدش الصورة الحقيقية، صورة حادثة كربلاء، هذه الفاجعة الكبيرة التي آلمت الأمة. اختلف معظم الفقهاء والعلماء في تحريم أو تجويز التطبير، لكن الغالبية القصوى لا تؤيد التطبير، وإنما يلقون بالمسؤولية على عاتق المطبرين، والتزموا الصمت في هذه القضية. مراجع تعتبر هذا الموضوع خط أحمر، منو اللي يوصل هذا الخط الأحمر معروف، شنو الغاية من عدم تحريمه معروف، ليش ما يتطرقون إليها معروف. يعني الذي لا يحتاج إلى طلب استفسار وتوضيح أن العلماء لم يجمعوا على كلمة واحدة إزاء التطبير، بل ليس العلماء فحسب، الكثير من الناس يخشى الخوض في هذا الموضوع لكونه يتعلق بصلة مباشرة بالشعائر الحسينية. بين القبول والرفض والسكوت تبقى ظاهرة التطبير هي الحدث المهم في شهر محرم، وبين هذا وذاك تبقى النزاعات مستمرة دون رأي صريح بجواز الظاهرة أو تحريمها من قبل مراجع الدين. من النجف حسام الكعبي، NRT عربية.